تعالوا بينا النهاردة هنعمل أحلى ترند بلبن الجديد، كيكة الهبة. بس بجد يا جماعة الطعم في حتة تانية وطلعت رهيبة جدا جدا. بس الطعم في حتة تانية خالص. يلا بينا نشوف الطريقة والمقادير. لو لأول مرة تشوفوني، دي صفحتي مملكة الحلويات. لايك وشير وتابعوني، كل يوم بعد يوم بينزل فيديو جديد. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. اول حاجة هنا انا استخدمت دقيق سنبلة الفرات، دقيق جميع الاستعمالات، بجد نتيجته حلوة وانا بستخدمه دايما على طول في كل شغلي. اخدت من الدقيق كوباية ونص دقيق، وهبتدي انخلهم حلو. طبعا احنا عارفين ان احنا بننخل الدقيق دايما لما نبتدي نعمل كيك. تمام تمام. دخلت الكوباية ونص زي ما انتم شايفين. ده يا جماعة تحضير كده كيكة الفادج. اول حاجة ببتدي فيها في المكونات بتاعتي تحضير كيكة الفادج. حطيت عليهم نص كوباية كاكاو خام. تمام. هنخل كوباية الكاكاو حلو قوي علشان ما يبقاش فيها اي تكتلات زي ما انتم شايفين كده. بعملها بايديا وبتنزل على طول. ما ينفعش طبعا احط الكاكاو على طول علشان ما يبقاش فيه اي تكتلات موجودة في الكيكة بتاعتي. وبعد كده بحط عليهم معلقة بيكنج باودر. العلبة يا جماعة تتباع عند أي مستلزمات حلويات، معلقة صغيرة منه. شبهها بقى بالظبط علبة البيكنج الصودا، بيكربونات الصوديوم موجودة غير اللي موجودة عند العطار. احنا بنستخدم بتاعة الحلويات. انا طبعا حطيت البرطمان طبعا هنا، فضيته في البرطمان دوت، فطبعا ما بينلكوش منظر العلبة، بس هي شبهها بالظبط موجودة عند اي مستلزمات حلويات. وحطيت عليهم ربع معلقة ملح علشان تعادل الطعم. نخلتهم برضو كمان زي ما انتم شايفين كده، وهقلبهم حلو قوي بالسباتولا بتاعتي او بالمضرب، علشان هسيبهم على جنب وهقول لكم هنعمل ايه تاني. زي ما انتم شايفين كده قلبتهم تقليبه حلوه عشان كل المكونات بتاعتي تندمج مع بعضها. جيت في بوله هنا هحط 3/4 كوبايه من الزيت و3/4 كوبايه من الميه، وبسخنهم حلو قوي على البوتاجاز عقبال ما احضر الحاجه التانية اللي انا هحطها في البوله التانية. لغايه كده كله واضح؟ لو في اي اسئله يا جماعه اكتبولي وانا برد على طول. حطيت كوبايه ونص من السكر، وهحط عليها بيضتين بدرجه حراره المطبخ كده، بيضتين. وبعد كده بنزل عليهم كمان بمعلقة من الخل، عشان الخل كده يتفاعل مع البيكنج صودا اللي احنا حاطينها. وبقلبهم تقليبة حلوة قوي زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجة علشان بس اضمن ان السكر بتاعي كله دب مع البيض. حابة تعملي الخطوة دي بالخلاط اعمليها، بس مش مستاهلة ان انا احط الخلاط على طول بالمضرب اليدوي بتاعنا. وابتديت انزل عليهم بالدقيق زي ما انتوا شايفين كده. طبعا خليط الفاج بيبقى تقيل شوية. هنقلب مع بعض وهنشوف هنعمل ايه تاني. قلبت حلو، طبعا الخليط تقيل. هبتدي اشوف المية بتاعتي اللي انا بسخنها طبعا سخنت. هبتدي انزل بالمية والزيت بتاعتي واحدة واحدة لغاية الخليط كله ما يدوب زي ما انتوا شايفين كده. اقلب حلو يا جماعة عشان الخليط بيبقى تقيل. ما ينفعش المضرب اللي في ايدي بالسباتولا او بالمضرب اليدوي بتاعك بتاع البيت، عشان ما يبقاش في اي دقيق وكاكاو مركونين لسه في ارضية البولة بتاعتنا. تقليبة محترمة يا جماعة زي ما انتوا شايفين كده، عشان اضمن ان مفيش اي دقيق قاعد في قاع البولة بتاعتي. بكون هنا مسخنة الفرن قبلها على درجة حرارة 180، ومحضرة الصينية بتاعتي وفرشاها يا ورق زبدة يا مبطناها بدقيق وزيت او دقيق وسمنة. انا هنا حطيتهم في الصاج بتاعي كان 30 في 40، لان انا كنت عايزه ان السمك يبقى رقيق شويه، علشان الاطباق الاكليريك اللي معايا كانت الحافه بتاعتها واطيه شويه، فما كنتش عايزه الفيجي بتاعي عالي قوي علشان لما اجي احط الصوص والكنافه ما يطلعوش من بره. فانت حابه تحطيها في صينيه اقل 20 في 30 هيطلع معاكي سمكها اعلى شويه، فهتبقى تمام وحلوه جدا. حابة تضعفي المقدار بحيث انك انت تزودي، ضعفي مقدار الحاجة بالظبط علشان تطلع معاكي كمان اعلى من كده. لو انت حابة مقادير صينية مدورة كبيرة قوليلي وانا اكتبلك في الكومنتات. هنا الكيك بتاعي بعد ما سبته يبرد حوالي ساعة. بالنسبة لكيك الفيج احنا بنشيلش الطبقة اللي فوق لان ما فيهاش اي زفارة، احنا بنشيل الاسبونج بس. هنا يا جماعة لما الفاج استوى كان طعمه جدا جدا، والطبقة اللي كانت على الوش مقرمشة وطعمها تحفة جدا جدا، والسكر بتاعه كان مظبوط قوي قوي قوي. جربوا يا جماعة الوصفة بالظبط وبالطريقة وبالمقادير هتطلع معاكم هايلة جدا. القناة عندي هنا مصداقية عالية جدا جدا، واكيد كل اللي جرب وصفة من ورايا اكيد هو شاف مصداقية قد ايه.
هنا حضرت الكنافة بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده متحمصة تحميصة حلوة. هنا استخدمت صوص البيستاشيو بتاعي جولدن باك، اللي حابب تمنه او يعرف سعره يكتب لي وانا هقول له هو بقد ايه. هنا ده كان ربع كيلو منه، استخدمته في الوصفة دي ربع كيلو. اللون بتاعه والطعم يا جماعة بجد في حتة تانية خالص. طبعا انا معرفش الصوصات اللي بره طعمها ايه، بس على ما سمعت ان اغلبية الصوصات طعم مش حلو، ومش هو فعلا صوص الفستق اللي فعلا تحطيه على شغل. هنا انا بعد ما زودته صوص البيستاشيو بتاعي بزيت، بس الزيت يكون نوعية نظيفة. نزلت بالربع كيلو وابتديت ازودهم زيت واحدة واحدة لغاية ما وصلوا للقوام ده، وابتديت انزل عليه بالكنافة زي ما انتوا شايفين لغاية ما احس ان القوام بتاعه تمام مسك خلاص، ما نزلش بكنافة تاني. اهم حاجة ان المقدار بتاعي يكفي الثلاث قوالب اللي معايا. زي ما انتوا شايفين كده بنقلبهم تقليبة حلوة علشان اغلف الكنافة كلها بصوص البيستاشيو. تمام يا جماعة لغاية كده تمام. المقدار لازم يكفي معايا الثلاث قوالب. انا طبعا في قالب منهم كبير يعتبر باتنين من دولت، من اللي انتوا شايفينهم قدامكم دول. هنا عملت خليط التسقية بتاعي، حطيت نص كوباية من اللبن على نص معلقة كاكاو خام على معلقة سكر، وقلبتهم حلو قوي جوه جوه العلبة اللي انتوا شايفينها دي، وقلبتهم حلو وسقيت بيهم كيكة الفيجي بتاعتي. بعد ما ببتدي ارص كده الكنافة عليهم كلهم يا جماعة بنفس الطريقة، برص عليهم الكنافة بنفس الطريقة. غلفتهم كده بالكنافة. شايفين يا جماعة الطبقة بتاعت الإكليريك، الطبقة مش عريضة ازاي، الطبقة بتاعته رفيعة، سمكه رفيع. عشان كده عملت كيكة الفيج مش عالية قوي، ومع طبقة الكنافة مع طبقة الصوص هيبقوا بالظبط جدا جدا. ما ينفعش ان انا لما انزل بالصوص الصوص كله يقع بره، فعلشان كده خليت طبقة الفيج بتاعتي مش عالية. هنا النوتيلا انا استخدمت هنا نوتيلا سما، وعملت هنا شوكولاتة سما حليب طبيعي، بس بجد كان طعمها وهم عامل زي طعم الجلاكسي بالظبط، سما حليب طبيعي. وهنا صوص الكندر بتاعي برضو خففته بزيت. الشوكولاتة بتاعتي سيحتها على حمام مائي. صوص النوتيلا خففته برضو بزيت. اهم حاجة يا جماعة الزيت اللي انا بخفف بيه يكون نوعية نظيفة عشان ريحته ما تبانش في الشغل بتاعك لو انت بتطلعي اوردرات او اي حاجة. الزيت يكون نوعية نظيفة. انا هنا القالب الكبير ده عملته ميكس بين النوتيلا وبين الشوكولاتة الطبيعي، بس بجد كان الميكس ده طعمه بجد كان في حتة تانية خالص، طعمه بجد كان خطير. ابتديت كده اوزع الشوكولاتة بتاعتي على القالب بتاع الكيكة، بس كان طعمه حلو قوي قوي يا جماعة. اللي بيطلع اوردرات يا جماعة يجرب الميكس ده ويشوف طعمه بجد خطير. ابتدي بقى احط النوتيلا بتاعتي. النوتيلا يا جماعة تتزود بزيت نوعية نضيفة، إذا كانت بيضة أو الشوكولاتة، علشان ريحة الزيت ما تبانش في الشغل. حطيت هنا جزء من النيوتيلا، بس مرضتش برضو كتر قوي عشان ما تطغيش على طعم الشوكولاتة. حطيت حاجات بسيطة كده في كل جزء زي ما انت شايفة، شوية بس، وهم كده كده يندمجوا مع بعض. تمام تمام. هبتدي بقى كده في كل كيس حلواني حطيت شوية من صوص البيستاشيو وصوص الكندر وصوص النوتيلا. ابتديت اعمل دواير كده بطريقة عشوائية زي ما انتوا شايفين كده، زي ما احنا شايفينها بره يا جماعة بالظبط. بس طبعا هنا الخامات يعني مفيش كلام. عملت الدربات دي كده زي ما انتوا شايفين، صوص الكندر والنوتيلا والبيستاشيو، بس حاجة خطيرة والطعم كان بجد في حتة تانية. طبعا واحدة هتبقى هنا كندر وواحدة صوص نيوتيلا، برضو عملت لهم دريبات زي ما انتوا شايفين كده، بس حاجة بصراحة وهم وفي حتة تانية خالص. بعد ما خلصوا طبعا اتحطوا في التلاجة. هنا بعد ما انا حطيته في التلاجة حوالي ساعة وهنا بعد ما خلصنا خالص، بس كان بصراحة طعمه بقى بعد ما اتحط في التلاجة كان طعمه خطير جدا جدا. طبعا كلنا بنتفرج على الفيديو وبنستفاد من الفيديوهات. يهمني لايك وشير وتعليقاتكم، ونشترك في القناة وتتابعوني دايما على صفحتي مملكة الحلويات. هنشوف كل جديد، وهنا مصداقية مصداقية. وشكرا.